يدور بينهم بدافع الاحترام. يختلفون نختلف. المقياس المعرفة والتفاهم. التقارب بين المسافات البعيدة. الأهم أن تنادي في المقهى الثقافي ربيع سيسي لإذكاء الحوار. السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم معنا والمقهى الثقافي. السادة والسادة، في المقهى الثقافي يسعدنا كل السعادة أن نستأنف ونستكمل اللقاء مع ضيوفنا الكرام الشعراء فارس أبو تريكة، عفاف التوكي، عبد الرحمن مصلحي، عبد النبي رمضان. أجدد التحية لحضراتكم مرة أخرى، أهلا بكم في المقهى الثقافي. أهلا بحضرتك. يعني إن شاء الله حديثنا أيضا في هذه الحلقة سوف يكون حول الانتماء العام، الانتماء للأمة العربية، الانتماء للوطن، الانتماء جزء من حياة الشاعر والوطن والشاعر والمجتمع. يعني أهم رسائل ووظائف الشاعر أن يكون معبرا عن القضايا الاجتماعية. أبدأ هذه المرة بعبد الرحمن، ربما يعني المرة اللي فاتت يعني ربما الوقت كان يعني بالنسبة لك مختصر شوية، لكن أحب أبدأ بيك يعني. ومسألة الانتماء، يعني المعجم الشعري بتاع الشاعر ده، الدائرة التي يدور فيها ألفاظه ومصطلحاته وصوره وأخيلته، هل هناك نصيب كبير لمفهوم الوطن والوطنية والانتماء للوطن من جانب هذا الاتجاه العام من جانب الشاعر؟ ممكن. عايز أوضح بس نقطة، إن الوطنية أو الكلام عن مصر عموما أكتر حاجة وأصعب حاجة ممكن تتعبر عنها بالشعر والحروف والأناشيد. يعني في حاجات كتير قوي اتقالت زمان. أكتر حاجة وأصعب حاجة ليه بقى؟ يعني أكتر حاجة ممكن نفهمها، لكن أصعب حاجة ليه؟ عشان ما يعني مثلا حبك للأم ممكن يتقال بكلمة بحبك، بس مش هيتوصف ولا هيتفهم بكلام. الأهل، العيلة، الأرض، البيت، البيئة المحيطة، كل حاجة أنت نشأت منها وجاي منها وهتعود إليها. تمام، صعب تتوصف بالكلام. ممكن يبقى ملامح بسيطة، رتوش، لكن إن أنا أخش للمغزى من جوه صعب قوي إن هي يعني إن أنا أعرف أعبر عليها أو أعبر عنها. يعني أنا مثلا حاليا أنا جندي مجند في الداخلية، ماشي. لما فكرت حتى ان انا اكتب للجيش، او ان انا مثلا فرد من افراده، او للوطن بصيغة الشعر، كانت جت حاجات بسيطة قوي الوقت ده. كانت القصيدة بدايتها بتقول: شد القايش، قفز يلا، وانزل بعد الفجر على الله، خلي تمام الشمس جبينك، وصل سينا القلب رام الله. شد القايش، قفز يلا، قوم وتشاهد وسط زمايلك، طوب الأرض يوماتي حيلك، تلقى النصر حقيقة وجايلك، قبل خطاك ما تخطي البرة، فوق البرج رفعت الراية، شفت اخواتي كتير ويايا، كان يسعدهم لحن غنايا، لما نعلي الصوت بالصعقة، طلق نحيي ومش أنتيكة، ما بيطلعش عشان تلكيكة، والأجر بنحتسبه على الله، شد القايش، قفز يلا. الله عليك. جميل يعني هايله يعني بصراحه. يعني مصطلحات عسكريه. جميل. فارس ابو تريكة بقى، يعني الانتماء للامه العربيه من الخليج الى المحيط، وقد يعني لاحظنا هذا الانتماء والانتفاضه العربيه في اطار الحرب الصهيونيه الاسرائيليه على قطاع غزه وعلى الفلسطينيين، وحالات التي تحدثنا عنها في الحلقه السابقه في المقهى الثقافي، وما زال ايضا الحديث بشانها موصولا. يعني الانتماء بقى زي ما بيقولوا كده من المحيط الى الخليج، من طنجة الى المنامة، من بغداد الى الخرطوم، نظرة الشاملة للأمة العربية ان احنا فعلا أمة واحدة وانتمائنا واحد وأساسنا واحد، وما يحدث هنا يؤثر هناك والعكس. كيف يكون الشاعر ينظر إلى هذه الأمور؟ الشاعر بينظر لهذه الأمور. يعني أنت أساسا إيه؟ أنت أساسا مصري. علشان شفت كل حاجة كويسة في بلدك، شفت كل حاجة حلوة تخليك تفتخر ان انت مصري. يعني بغض النظر عن السلبيات اللي هتلاقيها في كل حاجة، بنقابلها في كل حاجة، بنقابلها في البيت وفي الأسرة وفي الشارع وفي كل حاجة. مفيش حاجة دايما هتبقى كويسة طبعا، والشعر بيتسامى ويعلو فوق الصغائر يعني. فانت اتولدت لقيت عندك اخواتك بيجوا من جميع الجنسيات، انت بتستضيفهم، هم بيفتخروا بحضارتك،
انت ايه؟ انت مصري، انت حاجه هم بيتباهوا بيها في كل الاماكن. فهي بترجع للنشأة بتاعتك. انت في مكان ما اول ما اتولدت انت قال على بلدك ام الدنيا، فانت لازم تبقى محتوي كل ده. تمام. لازم تبقى شايف ان الجميع اخواتك، ولازم تبقى شايف ان كلنا اخوات. واللي بيعلي ده كمان انت ثقتك في بلدك عامله ازاي. مهما كانت السلبيات ما تأثرش على وطنيتك، ما تأثرش على ما تخلكش تتغابى، ما تخلكش تبيع نفسك لفكر متطرف ليه. لا، في سلبيات اكيد زي ما في سلبيات لازم يكون لها حل. يعني هذا مجتمع طبيعي. الصبر، ما فيش حاجه بتتحل في يوم. صحيح. احنا عانينا كتير من حاجات كتير ولسه لحد دلوقتي لها رواسب بنحاول نصلحها، والبدايه ان احنا كمان نصلح من نفسنا. بالظبط، برافو عليك. نصلح من نفسنا. نستمع الى شعر فارس ابو تريكة. اتفضل. مصر التي بنشوفها يوم من فوق تفرق كتير عن مصرنا من تحت. وانا قلب عمره ما جابني على الهجرة ولا مرة سأني جواز الإسفارة. مصر الأصيلة تشوفها في الحارة وفي عم عبده السايس الفلسفي. كل لما قابله في حضن طبق الفول ألاقيه يقول للناس كلام بشوات. ما تدعوا مرة للي لماكوا، خدوا من ترابها وعلوا جواكوا، وإياكوا مرة تهبوا على ضرة. هتروح هناك باليورو هيذلوك، وانت اللي بلدك جوهرة وضرة. دور ما بينك يا اللي متبطر، شوف ايه هتاخد وانت ما بتديش. شوف وانت نايم صاحي ليه الجيش، شوف كم هتصرف لو شربت وتقول فقير والعمر متهدر. دور ما بينك يا اللي متبطر. كان عم عبده المقنع البارع ينضم في قول متحن ويصدر. ناس غلابة وحلمها طواف. يا الليل حزين بكرة النهار طالع، سلمها للي مسخر الجامع يعدلها هو ارميها على المولى. وش بس راح تعمل لك الدولة، هتجيب في دول هتشيل في دول وتعملك دسهات، او بالكتير سداهات بين تعبئة واحصى. فياريت تفوق علشان بلدك في يوم تصحى ونشوفها تاني بناسها وغناها. ربك كرمنا ولينا اهداها، فياريت نحافظ على الهدية كتير. تغيير عملنا ولسه فيه تغيير. نحفر في بير ينشف نخش في بير، بس انت سير وشايلها فوق راسك. اخد الحقوق مش بس بحماسك، اخد الحقوق بالصبر والسلوان. بلدك امانة وصلها بر امان، وياك تهد في صلبها مر. هي الحياة من بدءها مرة، مش بس حبكت هي قصد عليك. فبلاش توسع للي كارهينها، وتحيا البلاد لو كانت بروح معاليك. جميل جدا يعني يا فارس ابو تريكة. طيب استاذ عبد النبي رمضان، ايضا مفهوم الانتماء بالمعنى الواسع يعكس الهوية لكل مواطن. زي ما قال فارس، يعني انت بتوضح نفسك لحضرتك ووضعك انت من لكل من يأتي مثلا إلى مصر. مفهوم بقى الانتماء العام للقومية العربية. ويعني لعلنا نتذكر الشاعر من شعراء المهجر قديما عندما قال: نحن وإن تكن الشام ديارنا فقلوبنا للعرب بالإجمال، نهوى العراق ورافديه وما على أرض الجزيرة من حصن ورمال. وإذا ذكرت لنا الكنانة خلتنا نشرب سائغ نيلها السلسال، نشارك أهلها مر الأسى وحلاوة الآمال. يعني هو جمع الأمة العربية في هذه الأبيات. فهنا الشاعر كيف يعبر عن قضاياه العامة عربية، أو يعني داخلها طبعا القضايا المصرية. أنا عايز أقول إن مصر غير أي دولة، حتى لو كانت الدولة دي من الدول العربية. يعني لو حضرتك جينا نتكلم قول لي فين المكان اللي فيه اللاجئين في مصر؟ يعني كل الدول عندها صحيح، وانتماء داخل المجتمع. يعني في اي دوله بتلاقي بيقول لك اللاجئين لهم مكان بكده معسكر معين. بقول لك حاجه ان بقول في عز الظروف اللي احنا فيها طبعا مهاجرين، ففي طبعا الناس اللاجئين بيدفعوا حاجه للدوله كده عشان هم لاجئين. والله العظيم
نزل قانون انا مش عارفه ده بيسري على لا، لكن لو اثبتت ان هي عاجزه عن السداد بتقف. تمام. هي دي مصر. فين المكان ده؟ يعني فين المكان اللي ممكن يتحط فيه اللاجئين في مصر ايا كانت الدوله بقى؟ يعني لو قلنا وهو الحالة ما عندناش لاجئين. يعني هو السيد الرئيس والسيد رئيس مجلس الوزراء عبروا عن هذا بان حالة اللاجئين في مصر غير اللاجئين في الدول الاخرى. وحالة اندماج داخل المجتمع، ما عندناش اماكن محدده معسكرات للاجئين، ليس هذا موجودا في روحنا. الدول لما بتعمل ونوع من الاحتضان الشامل. يعني الدول لما بتعمل معسكرات للاجئين بتعمل معسكرات للاجئين عشان يبقى محدداهم، يبقى المعاناة اللي بتيجي من بره للاجئين، مش عارف ايه اللي بتعمل اللاجئين. احنا ما بنعملش ده، احنا اللي موجودين عندنا ساكنين في وسطنا. يعني ما تقدرش تعرف العمارة بتاعتك فيها اللي انت ساكن فيها كام سوري، فيها كام سوداني، فيها كام في حتى الدول الافريقية كمان ابتدت باعداد كبيرة جدا عندنا غير السودان كمان. يعني السودان طبعا كدولة شقيقة يعني. لا هي مصر غير اي حد. مصر غير اي دولة. اللي بص من ابى انه يفهم دوت خلاص هو اللي خسران، لان هو اللي مش فاهم ومش عايز يفهم. يعني اللي يتكلم كلمه غير كده هو اللي مش عايز يفهم. جميل. طيب نسمع الشعر استاذ عبد النبي رمضان. انا المصري. تمام. انا ضحكه في دمع الليل، ولما احزن بقول مواويل، ولما افرح وفرحي يزيد اقول يا رب اجعله خير. انا القلب اللي شال الكل وما قبلش ياكلها بذل، كل مشاكله بالنكتة وضحكة هم كان لها حل. أنا الأخ الكبير لإخوات، أنا العمر اللي كله أهات، وأنا حمال هموم الكل بعمر الجاي واللي فات. أنا بسلاحي وبدمي وأخويا معاه ولاد عمي، حميتك يا وطن يا كبير. ما شفتش ولا متغني؟ أنا اللي بصور على الكفار، بحرية صحاب الدار، بطغيان ولا باسم الدين. أنا الشهداء، أنا الأحرار. جميل جدا. طب أستاذ عفاف أنا أسمعك ثم نذهب إلى الفاصل نستمع للأستاذ عفاف التركي شعرا. يعني حاضر. أنا طبعا القصيدة اللي أنا هقولها دلوقتي دي على لسان مصر. وهي بتشوف بقى دلوقتي في عز الأزمة اللي احنا فيها من الشعوب مين معايا ومين ضدي. احنا ياما مصر وقفت جنب دول بره وجوه، وفي الوقت العصيب ده كل واحد عمل من بنها بلدي عندنا. يعني جميل. مصر بتتكلم. طيب. إن حسن الظن اسم، علشان كده ذنبك بيرتكبك برهبة وتأني. ليت أني وليت يا مغفل، يلي أطيب من وليت، يلي عائد حسن ظنك لما قلبك قالها هيت. لسه على وضعك مغفل ولا فعلا انتهيت؟ كنت ترسف مكنة دايرة قهوة فايرة، الأصول صبحت مغيرة. ما تقاوحش اللي كان عشمان في ودك كان بيكذب، واللي قال صاحبك وضدك كان لئيم. تمشي ازاي في سكة عوجة وانت خطك مستقيم؟ وقعتك كانت بكيفك بس قربك كان بكيفهم. كنت بتزوق حكايتك لاجل تنسى دول بدول. كنت بتحب بغباوة وكان غباوة انك تقول الله اللي تاخده القرعة يوم. رد قبل ما يحذفوك مسخن من ست اللي سدهم، بالسلام الله يزدهم. الحكاية مش غريبة كاس وداير، انتصارك بان في عينهم وانت بتعد الخساير وانت بتشد الستاير على اللي يجرح. كنت دمعة للي يبكي وزغرطة لو حد يفرح. الله. لما كانوا محتاجينك المشاعر كانت فريسة يصطادوك وانت في عرينك، وانت شلت في من عينك. شبعت من الخيانات بدينك. مش كفاية اللي يرضى يكون وسيلة عمره ما يبرر لغاية، عمره ما يعيد الرواية ويتلدغ ويقول مقدر. واللي ينسى نجبنه دفتر كل وقعة وانت اشطر وانت اخضر. لسه عودك ما انتناش لكل كسرة نفس، وانت ربنا يضبط بخاطرك مطرح ما تخطي بيمينك. الف رحمة على اللي ميت، خير وبركة على اللي عايش. كل خير بتظل وانت لسه طيب، وانت بتنقل قريب من رفاقة،
وانت بتلمم وجعهم وتباديهم بالأخوة والصداقة، وانت من أهل الحداقة، وانت فاهم بس عادي، موهومين انك عبيط او صنف اهبل لا ارادي، وانت فاهم وانت حافظ، وانت بتوافق عشانهم، وانت بتزمزق ورافض، وانت بتعكنن في روحك لاجل ما يحن الروافض. مش كفاية؟ السادة والسادة، إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال اللقاء مع ضيوفنا في المقهى الثقافي الشعراء عفاف التركي، عبد الرحمن مصلحي، عبد النبي رمضان، وفارس أبو تريكة. فلا تذهبوا بعيدا. السادة والسادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى في المقهى الثقافي. ضيوفنا الكرام الشعراء فارس أبو تريكة، عفاف التركي، عبد الرحمن مصلحي، عبد النبي رمضان. وحديثنا طبعا حول الانتماء والانتماء للأمة العربية، خاصة ذلك الانتماء الذي ظهر في الشعور العربي العام والشعوب العربية وتضامنها مع القضية الفلسطينية، ووقوف الشعوب العربية والحكومات العربية أيضا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وتلك الحرب التي شنتها إسرائيل في يوم 7 من أكتوبر بعد 50 عام من تلك الحرب الكبرى التي شنتها مصر طبعا في 6 أكتوبر عام 73. لم تعلن كما قلنا دولة إسرائيل الحرب إلا في هذه الأثناء الأخيرة. وقوف الشعوب العربية كيف عبر عنها الشعراء: مصر أم الدنيا كان لها موقفها، وعدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول الإقليمية سواء في مصر أو الأردن طبعا، وأيضا فتح معبر رفح طوال 24 ساعة، والتلكؤ من الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال، ومرور الشاحنات على معبر العودة، ثم دخوله إلى غزة وإعادة التفتيش مرة أخرى، وتلك القضايا الكبيرة. هذا الانحياز من جانب المجتمع الدولي تجاه إسرائيل وهو انحياز أعمى وأعور، والشعوب كلها كشعوب طبعا عربية وغير عربية مع الفلسطينيين. مصر أم الدنيا، يعني هذه العبارة الشهيرة يعني وقفت عندها الأستاذة عفاف التركي قبل الفاصل، فيعني نعود إليها مرة أخرى. لماذا يعني دائما نركز على مصر أم الدنيا؟ هي بالفعل أم الدنيا، مش كلام. في أي كبيرة وصغيرة بتحصل في أي حتة سواء بره أو جوه. يعني إحنا جدعين بزيادة، يعني دي سمة من سمات الشعب المصري مش موجودة غير فيه. إحنا اللي ممكن نتخنق
علشان حد يعني انا اكاد يعني اقول لك يعني في الاثناء اللي احنا بنتكلم فيها وموسم رياض شغال، لكن لو انت دخلت دلوقتي بيت والله انا في ناس لغت افراح عندي في الشارع، لغت فرح يعني هم بنت وولد هيتجوزوا فلغوا الافراح العيلتين اللي علشان اللي بيحصل في غزه وربنا ما تلاقيش نوع من التضامن. تضامن الشعب المصري جوه والله يقظة عربية جميلة. بالعكس ده احنا كمان في ناس يعني مزمزقه جدا من حكايه ان النور رجع يقطع تاني. ليه؟ لان هم قاعدين قدام الاخبار 24 ساعه يعني عايزين متابعه طبعا. انا واحده بتجنن، انا عايزه ابقى جوه الاخبار، عايزه ابقى اللي بيحصل والله وجعنا في حين ان والله صدقني وعلى ارض البلد دي يعيش بعض الفلسطينيين هنا من 20 سنه او كم 20 سنه ويتعاملوا مع الموقف. انا يعني والله ولا حاسه بفرقه ولا حاسه، يمكن الشعب المصري محروق. لا هو هذا الامر يعني بالعكس ده اللي انا صادفته. هذا الامر بيهم الاحرار في كل مكان، فما بالك بالعرب والمصريين. لا المصريين على الجبهه في المواجهه، يعني مصر في المواجهه. نحن لدينا حدود مشتركه سواء مع قطاع غزه او مع اسرائيل في جنوب قطاع غزه. يعني احنا جزء من المعركه، جزء من المشهد. لا واحنا الهدف واحنا طبعا وان يدفع الفاتوره وان تتم تصفيه القضيه الفلسطينيه كما قلنا قبل ذلك على التهجير الى سيناء. هذا امر طبعا مرفوض طبعا رسميا وشعبيا، والفلسطينيين كما قلنا هم انفسهم رفضوا. والتهجير ليس النهايه زي ما لا هو التهجير طبعا. لا ده التهجير هو البدايه، الخطوه الاولى. يعني التهجير هو البدايه. سامع الشعر استاذ عفاف لو امكن ثم نعود للنقاش مرة أخرى، لكن يعني الشعر دائما ملاذ يعني آمن، يعني هو ملاذ آمن في كل الأحوال. اتفضلي. لو أعلن الشاعر الجهاد لما انطلقت في بوح هواك وشيت حلمك يقيم الليل وحدك مشيت ممزوج أمين طلسمت أوراد الغياب وبعدت روحك للهوى فردين حمام. الليل يا صاحب خطوتك مرشوق كلام معقود على خصل الحكاوي كحل الضفاير هزها الريح الهمام فاستعطفت نبرا جلت علت كناية سوقتك قدام عينيك فاستوجبت إعلان حصار المعضلة في باحة رياء. انت اللي مفتون بالضياء وبرسمة الخط القويم على موج العود وحدك مهيأ للحروب. لو أعلن الشعر الجهاد، لو حذفوا من التقويم مضيق، لو دخلوا ذاتك على الخريطة وهمشوك فاحتاس مدادك وتعفق زمزم حصاتك زمزمك من غير أوان. مين المدان؟ انت المدان. صفيت كتايب أسئلة وجاوبت رميا بالرصاص. الحل أنهى للجدل في الروح خلاص فتسربلت كل القصص ببشاير التهوين والليل وشعرك والوجع ما بيملكوش من حكمتك إلا الفتات. فضم أقصاك قدسوا في عين اللي مات. وحدها فلسطين براءة ربنا، وحدها فلسطين براءة ربنا إن شاء تبان. يا ركعتين صلوا الوطن من غير أذان إصحاح تلاك قرآن كريم. يا شارة النصر المقنن بالخضوع يا علامة القهر المبين. يا مجدلية وسرها العهد القديم. يا دم آنا اللي نشف على خصر حيفا كشفت لغزة راس ضع الفجر الحزين. زيف مبتداك هو اللي عبى جراب حويك، هو اللي خندق فيك مضيق نخرج بسوس الغطرسة فطرحت موتك منه فيك. انت انطلقت في بوح هواك وشيت حلمك يستريك ووشيت لحلمك يستريك فخلقت من ضلع القصايد قنبلة ومليون شهيد. فرقت شمسك عن النهار وغزلت عيد قريت بذنبك فاتغفر وصنعت من ذنب الحجر أجمل نشيد ما عزفتهوش. لحنك رخيم شد قوسك لبشك عجنك في ظله كلبشك ما كسرتهوش. يا أيها الصمت الولي مفتوح كتابك بالعين الترية المجحفة. بتقول كلام ما بنفهموش، بتقول كلام ما بنسمعوش، بتقول كلام وتقول كلام وتقول كلام يطلع به الآخر سما وينزل فشوش. الليل يا صاحب خطوتك بيقوتك بيرد فيك إحساس خشوع ويصب خوف ويشتتك. لم الغناوي في سكتك أمن المواكب كلمتك
وسط الجموع، ده الليل وشعرك والوجع ما بيملكوش إلا الفتات، فضم أقصاك قدسوا في عيني. جميل استاذ عفاف التركي. طيب استاذ فارس ابو تريكة، اليقظة العربية الأخيرة، حركة الشارع بمناسبة صوت الشارع، يعني بقت الحركة العربية والجماهير العربية في كل مكان. حرب غزة يعني رب ضارة نافعة، أو أيقظت ضمير الأمة العربية مرة أخرى، وإعادة القضية الفلسطينية على يعني مائدة البحث والبساط، وقطعا سوف يكون هناك حل سياسي. يعني بعد أن تضع الحرب أوزارها، وهذا أمر طبيعي لأن هناك خسائر، إن شاء الله ده اللي هيحصل. خسائر يومية دائمة. في النهاية لابد من حل سياسي للقضية. كان هذا الأمر يوما ما قبل 7 أكتوبر الماضي كان بعيدا، الآن أصبح قريبا، وأصبح لابد من الجلوس والمفاوضات والحل. الشاعر بقى كيف عبر عن هذه اليقظة عن الأمة العربية والقومية العربية، وماذا قال فارس أبو تريكة شعرا؟ فارس أبو تريكة دايما هو واخواته الشعراء والمصريين عامة عندنا حالة يقظة. احنا التاريخ اللي هم اختاروه الفلسطينيين او الحركه بتاعتهم علشان ضرب اسرائيل، هو كان بعدنا بيوم 7 اكتوبر، يعني بعدنا اصلا انا 6 اكتوبر، انا عارف انا معلم عليكم ازاي. احنا 6 اكتوبر، فهم اختاروا تاريخ هم مأمنين فيه ان مش هيحصل حاجه تاني. فالعرب ابتدت تكشر عن انيابها، بدا يبقى لنا وجود، واحنا مبسوطين بده. انا ليا يعني تفسير هقوله في اقل من نصف دقيقه. ربما يعني انا قرات المشهد كده ان هم كانوا عايزين يعملوا يوم 6، فليه 6 الجمعه؟ ايوه، فهم عايزين يبقى يوم 7 فعشان كده خلوه بقى 7. يعني ربما يكون هذا في البدايه، يعني هم عايزين برضه الجمعه يبقى يعني يكون سبت، عشان طبعا برضه مشابه لما حدث، لان هم اسرائيل نفسها قالت ما حدث يوم 7 اكتوبر 23 لم يحدث معنا منذ اكتوبر 73 من الجانب المصري. يعني منتهى الاعتراض، بدليل ان احنا عندنا يقظه، وحتى اللي بيحارب هو عارف ده تاريخ ايه، وعارف اتعمل في اليوم ده ايه. صحيح. فده من فضل ربنا ومن عند المصريين. صحيح، من عند المصريين. طيب اتفضل. هنقول ساعتين بدادي وريقي منشفش، طالب الرضا وتكوني ليه عيدي، سايقة الدلال وانا قلبي مغفلش، بالله يا حلوة في دمعي ما تزيدي، سايق عليك الورد في خدودك، سايق عليك الفرح في وجودك، سايق عليك الأولية ودوان ملان بالأدعية لا تحن علشاني، أنا قلبي مش حمل الزعل ولا حمل تقلك ياللي وحشاني، والنيل مراكب وجع أسماني خشاني، وبرغم وز العدا وبالودودة حشاني، لساني فيا الحيلة غنيلك وافرد جناحي عشان العصر ده عصري، ما يغركيش برليف ده انا مهما زاد مصري، وانا مصر علم على اليهود بالكف، ما يغركيش بدل الوجاهة قدام، ده انا اللي اخر الصف داير بعلمك لف وبشعري متعافي، ياللي انت ورد خضار الخضر كان وافي، صبران عليك العمر والعمر مش كافي، وعلى عشق فيك ربنا يعيني، ياللي انت وحدك بس ساكنة ما بين مني وعينيا متفنجلة على الجند والرملة، تحيا البلاد بالنور والعلم واللمة، على كلمتين الشعر والشعر كان كيفي يا بلادي، قول ازاي هيجور ترابك وانا صاحي على الحدود سيفي، ويا نسر ياللي مزين الصورة رفرف لي عالي ده بلدي صنيورة، واكبر بخاطر الفقرانين سيكة، دقت مزاهر الفرح في الرحلة، دق النيات نشيد في مزيكا، يا بلادي يا أرض التاريخ والحضارة والمنارة والرجال، يا بلادي يا مذكورة آية والحماية فرض على نبل العيال، يا بلادي يا تسلم عيونك من الوجع لو جذع مال، ويسلم الشعب اللي صامك، برضه يسلم كل واحد ساب لجام الشعر فيكي لو لمح يوم حد هانك أو بيتمنى المحال، جيشك احنا بدون سلاح، جيشك احنا وحي فينا الشعر لو قاصد فلاح، جيشك احنا وكله جاهز
لو يشاور يوم صلاح. جميل جدا يعني الحقيقه من الشاعر فارس أبو تريكة. الحقيقه طبعا مضطرين ان احنا نذهب الى يعني هذا الفاصل السريع، ثم نعود مرة أخرى لاستكمال لقائنا في المقهى الثقافي. حديثنا حول الانتماء والهوية للوطن العربي، الهوية العامة، يقظة الشعوب العربية بعد تلك الحرب الأخيرة، والتي نتمنى أن تكون الأخيرة فعلا، بين الفلسطينيين وبين المغتصب الكيان الصهيوني، وأن تكون هناك حلول سياسية لإيجاد السبيل لحل هذه القضية والعودة إلى المرجعية الدولية والشرعية الدولية والقرارات الدولية وتنفيذها على أرض الواقع، بحصول الفلسطينيين على حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أيضا اليقظة العربية التي تحدثنا عنها، وبإذن الله يكون ذلك بداية جديدة وتاريخ جديد لحل هذه القضية ولهذا الصراع الذي طال أمده. ضيوفنا في المقهى الثقافي الشعراء فارس أبو تريكة، عفاف التركي، عبد الرحمن مصلحي، عبد النبي رمضان. نذهب إلى هذا الفاصل فلا تذهبوا بعيدا. السادة والسادة، عدنا لحضراتكم مرة أخرى في المقهى الثقافي. نحن في الجزء الأخير وحديثنا حول القضية الفلسطينية والاهتمام الأدبي والشعري من الشعراء المصريين والعرب بصفة عامة حول هذه القضية، الانتماء والهوية العربية واليقظة العربية، حرب غزة رب ضارة نافعة، يقظة الشعوب العربية وعودة الضمير مرة أخرى. ضيوفنا في المقهى الثقافي الشعراء فارس أبو تريكة، عفاف التركي،
صديقي عبد الرحمن مصلحي عبد النبي رمضان، وأذهب إلى شاعرنا عبد الرحمن مصلحي. عبد الرحمن يعني أولا أنا طبعا يعني أعبر عن انبساطي بيك يعني يعني أنت ما شاء الله يعني رغم حداثة السن لكن يعني فرحتي بوجودك. فرحة طبعا صراحة يعني وما شاء الله يعني اللغة بتاعتك جميلة سيء سن يعني حاجة. مستقبل وبعدين يعني الانتماء عندك ده طبعا أمر أصيل يعني واضح يعني تماما يعني. ده وراثة، يعني لو انا ما اتعلمتوش في المدارس او ما فهمتوش من الواقع فهو من والدي الله يرحمه. والدي كان نقاش. اظن الحكاوي اللي كان بيحكيها لي زمان ان هو كان في حرب 73 اصلا. تمام. كان تخصصه مفرقعات وحاجات زي كده كان بيحكي لي، بس انا في الوقت اللي انا كنت بسمع منه ما كنتش مستوعب او فاهم قوي، بس جهاز الاستقبال كان شغال، فكل ده من الذاكره يعني حوش خزن في الذاكره، طلع الكاركتر اللي موجود دلوقتي ان هو انا لو فيا حاجه كويسه فدي مثلا زرعه اخواتي، زرعه امي، زرعه ابويا. انا ما عملتش حاجه لنفسي تخليني ان انا شكلا وهيئه ومضمون جميل كويس. فهي هو البيئه اللي حواليا هي اللي اثرت فيا، مش تمام. طيب نسمع الشعر بقى. قصيده النهايه. في الساعه دي كان الامام بيلم سجادته وبيجري على القبله بخشوع، عكسي انا كان قلبي متوضي ومهيأ للقا، وايديا كانوا منديلين يمحوا الدموع. صوت الغارات فوق مننا كان يشبه اللحن السعيد لكمانجا وقت ما تنتصر. الطيارات فوق مننا عصافير كناريا اتجمعوا على شكل قلبين مربوطين. سيدنا الامام كان يدعي بالنصر في عجل، وانا كنت لسه بكتشف مننا عينك ابقى مين. صوت الرصاص كان اوطى من قولة بحبك، الموت بيكتر في العدد وانا لسه منك. والارض كانت مقسومه لنا وحظنا، الناس بتهرب من الوجع واحنا الوجع بيضلنا، وكأنه شاف من حضننا شيء يرهبه. اطفال كتير رسموا في قلوبه ما كملوش، وكتير كبار قبلوا المواجع تنتصر. سيدنا الامام انا شفته جنبي بيحتضر، وانا كنت ببدأ مهدي بيك عشان اعيش. الله اكبر، الله اكبر اعلى من ضرب القنابل والمدافع والعدد. كلمة بحبك وعد بالسلم اليقين. الناس مساكين في نهاية الكون الحتمية، الكون دلوقتي بيتشكل. الارض بحالها بتتبدل من زرع البور، الضلمة بتوسع والبقرة بتقفل عن النور. تبتي في ايديا المرة دي وهنعدي السور وهنلقى حياة تستقبلنا. ابعد بكتير عن ضرب النار والبكا والدم، ابعد بكتير عن اي دمار بيزيد الهم. خليني المرة دي اقولك ان احنا بعيد عن ايها عصر وايها حصر الكيف الكم. كان نفسي اهتم باي مشاهد حواليا، كان صعب اهتم وانا شايف عينك بعينيا مصدر للفرح اللي ما عشتوش. خليني اضمك لو مرة وانا قابل منك اي خدوش. العالم كله بيتشاور دلوقتي عشان ياخد هدنة. المدة صحيح ملهاش مدة، لكن يكفيني اعيش جنبك. واذا كان الكون حتما هيزول نهرب من الكون ان شاء الله في حضن كانون اخري. يا ريتني اعيش من الاول واشوفك جايه من بدري. جميل جدا يعني بصراحه عبد الرحمن مصلحي. احنا يعني هنختتم مع الاستاذ عبد النبي رمضان طبعا قبل ما نسمع اشعاره، بس احنا في شهر اكتوبر الماضي عملنا سلسله حلقات، حضرتك كنت معانا في اطار احتفالنا ب50 عام على حرب اكتوبر. يعني 50 سنة كان لازم الشهر كاملا. وكان معانا طبعا عدد من السادة الشعراء، وكان معانا عدد من الشعراء اللي هم كانوا ضباط في القوات المسلحة آنذاك. وانتهينا من هذه القضية، ثم نفاجأ بأننا دخلنا في موضوع غزة مرة أخرى. يا سبحان الله، يعني ارتباط يعني كبير جدا. يعني وإن شاء الله يكون هذا هو النصر، وكما قلنا يكون يعني يكون بإذن الله بداية حل حقيقي لهذه القضية، لأن الحروب دائما ليست هي الحلول. الحروب زي ما قال الرئيس السادات رحمة الله عليه حرب تحريك للقضية. يعني انت مش عارف تاخد حقك بالسلم، فانت بتحارب عشان الناس تقول لك تعالى اتفضل اقعد امنع الحرب نشوف الراجل ده ايه حقه. حتى في قضايانا الاجتماعية الداخلية ده اللي بيحصل.
يعني في الحاله المصريه في الشارع الامامي لو ناس متخانقين وعايزين يتكلموا بيشاكسوا مع بعض عشان يقعدوا نفس القضيه دي حقيقة. فان شاء الله يعني هذه الحرب طبعا رغم الاسف الشديد على الضحايا يعني والقتلى من المدنيين والاطفال والنساء، واحنا عندنا 50-60% من الشهداء وهم من الاطفال ومن النساء يعني. فان شاء الله يعني باذن الله تكون بدايه حل. واذا كانت اسرائيل يعني تقول بتهجير او الفلسطينيين، هذا وهم كبير لن يحدث ابدا. فنسمع تعليق من سيادتك ثم نختتم باشعار منك ايضا. هو مفيش نبت شيطاني هو اللي بيفضل، يعني دايما حتى لو احنا بنزرع في ارض صحراء وموجود نبت شيطاني فلازم بنشيله، او في وقت من الاوقات لازم هيتشال. فالنبت الشيطاني ما بيفضلش، مش هو الاساس، لا الاساس الزرع اللي بيتزرع بعد كده عشان الناس، عشان الحياه، عشان الخضره، عشان العيش، عشان كل حاجه يعني. صحيح. انما النبت الشيطاني هو نبت شيطاني لوقته هيتشال، يتم استئصاله اكيد يعني هنا عاجلا شجره خبيثه ما لها من قرار يعني. صح كده يعني. هي ليها وقتها يعني. طيب اتفضل. تعالوا نسمع نبت الشيطان. كل المقدمه دي عشان نبت الشيطان. انا عرفت انت هتقول اتفضل. يا نبت طالع شيطاني خارج من قلب طين، جوفك كتل من نار واحنا كمان شايفين، فاكر بنارك نخاف في يوم من الايام، مهما بتاكل ولادنا بس احنا مش خايفين. يا نبت ليه الخيانة بتمد في فروعك، والدم ما يكفيك ولا يروي يوم جوعك، دم الشهيد لو كان هو تمن بكرة هيجي بكرة اكيد ويهد في طلوعك. يا نبت يلي فروعك بتمد على بره، يا نبت يلي فروعك بتمد على بره، والكره ليك السماد، الطرح ليك حسرة، غربان وداعي الشغم ما بين ورق غلك، الأرض منك بريئة لأنها حرة. يا نبت يلي الليل هو نهار يومك، يا نبت يلي الليل هو نهار يومك، خسارة فيك الكلام، خسارة فيك لومك. يا نبت يلي الليل هو نهار يومك، خسارة فيك الكلام، خسارة فيك لومك. لو كان يفيد الكلام مع ديب وسط الغنم أكيد لا يمكن يفيد، أمرك في إيد غيرك. السادة باسمكم جميعا أتقدم بخالص شكر لضيوفي في المقهى الثقافي اللي شرفونا على مدار حلقتين تحدثنا فيهما عن قضية غزة، قطاع غزة، الحرب الإسرائيلية ضد أهل غزة، المجتمع الدولي، الوقفة العربية، الانتماء والهوية للوطن العربي، يقظة الشعوب العربية بعد هذه الحرب غير المشروعة، وهذا الدعم العربي الكبير لأهالي قطاع غزة والفلسطينيين عموما. ضيوفنا في المقهى الثقافي الذين سعدت بتواجدي معهم الشعراء فارس أبو تريكة، عفاف التركي، عبد الرحمن مصلحي، عبد النبي رمضان. شكرا جزيلا لكم جميعا. تفضل. صباح الفل يا بلدي، صباح الفل، صباح الفل يا بلدي، يا شايلة الكل، شايلة الغريب على بابك، شايلة اللي بيحب ترابك، ومهما تعبت يا بلدي دواكي عند أحبابك، أنا وابني وأحفادي فدا تراب. جميل. اعتاد عبد النبي رمضان على هذه الخاتمة. شكرا جزيلا. أيضا الشكر موصول للزميلة لميس سعيد من الهندسة الإذاعية. الأهم أن تنادي في المقهى الثقافي ربيع سيسي لإذكاء الحوار. يدور بينهم بدافع الاحترام، يختلفون نختلف، المقياس المعرفة والتفاهم، التقارب بين المسافات البعيدة. الأهم أن تنادي في المقهى الثقافي ربيع سيسي لإذكاء الحوار. السادة والسادة، السلام عليكم.